حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو. النهارده كده بامر الله هنعمل مع بعض الكشري المصري في حله واحده بطريقه سهله جدا وبسيطه وان شاء الله تعجبك. اول حاجه معايا ربع كيلو من الحمص الشامي، نقعاه لمده ساعتين في ميه، كانت ميه مغليه ونقعته كده لمده ساعتين. وبعد كده معايا ايه شويه كده من العدس اللي هو العدسه بجبه، حطيت برضو عليه ميه سخنه كده وركنته معايا في اول ما ابتديت ايه ان انا اعمل الكشري. المهم دلوقتي غليت ميه ونزلت بالحمص الشامي وحطيته يغلي غلوتين، واول ما غلى كده معايا وطيت عليه وسبته يستوي براحته. ودلوقتي جبت البصل بتاعي، عندي كده كميه بصل، وطبعا بقى الكميات ديت بتاعتك انتي وعلى حسب عدد افراد الاسره عندك. جبت البصل قشرته وغسلته وقطعته حلقات، حابه تقطعيه حتت صغيره قطعي براحتك خالص. المهم بصل محمر في الاخر. جبت البصل حطيته كده في صينيه زي ما احنا شايفين او في طبق، ونزلت عليه بمعلقتين من النشا. وهبتدي ان انا دلوقتي انا نزلت ليه وهبتدي ان انا افرك البصل بايديا كده. عايزه اقول لك ان انا لما بحط النشا بيدي لون حلو قوي، بيخلي البصله مقرمشه كده معايا وبيديها لون ذهبي حلو قوي، هنشوفه دلوقتي مع بعض. طبعا عندي بقى زيت كده يكون بيغلي، وده اول حاجه بشتغل في الكشري ايه، ان انا بحمر البصل. وده ليه؟ انا هاخد دلوقتي زيت البصل ده اصفيه واشتغل فيه الكشري من اوله لاخره. هبتدي بقى ان انا افرد كده البصل واسيبه لحد ما ياخد اللون القمر اللي احنا هنشوفه مع بعض. لا طبعا لسه كده سيكه، لازم يتحمر كمان شويه، هيبقى مخرفش ولونه ذهبي وحلو قوي، مش هيتحرق معايا. اول ما بيوصل للمرحله ديت بتبقى ايدي وعينيا كده ايه عليه، ولازم ان انا اقلبه وخلاص بقى اتحمر معايا وبقى قمر. هبتدي بقى ان انا اجيب سرفيس او طبق واصفي البصل عليه، فرشت كده مناديل مطبخ، وهبتدي ان انا اصفي البصل عشان ينزل منه ايه اي زيت او اي مواد دهنيه بالشكل ده. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. حمرت البصل بقى وبقى مقرمش كده معايا وزي الفل. بصي كده بيتكسر، وهو عايزه اقولك ان لما الهوا يخبط فيه او لما يبرد او لما يقعد شويه كده بره الزيت بينشف وبيبقى مقرمش اكتر واكتر. عندي بقى حله على النار، هبتدي ان انا اعمل الكشري بتاعي. نزلت بشويه من الزيت، انا خلاص خدت الزيت اللي انا حمرت فيه البصل وصفيته، ده اللي هشتغل بيه. ده بيدي برده الكشري طعم حلو قوي على فكره، سر برده من اسرار الكشري. ودلوقتي نزلت كده بشويه من الشعريه، هبتدي ان انا اغلفهم بالزيت وابتدي ان انا اقلبهم لحد ما يتحمروا معايا كاني بعمل رز بشعريه عادي. اول ما الشعريه تاخد اللون العسل ده، لازم اقرب كده عشان اللون يبقى حلو. اول ما بتاخد اللون القمر ده ببتدي ان انا دلوقتي صفيت العدس بتاعي اللي انا كنت طبعا نقعاه في ميه سخنه ونزلت بيه بالشكل ده وابتدي اغلفه. ليه نزلت بالعدس الاول؟ لان العدس بياخد سوا اكتر من الرز، لازم ان انا اسيبه 5 دقايق مع الشعريه يسخن كده ايه قبل ما انزل عليه الرز. وطبعا بعد ما هنزل الرز دلوقتي برضو غسلت كوبايه من الرز الفلاحي القمر ده، وهبتدي ان انا اغلف كل مع بعض الشعريه مع العدس مع الرز بالشكل ده. وعايزه اقول لك ان هنا كانت الريحه تحفه، لسه ما عملتش توم، لسه ما عملتش طماطم، لسه ما عملتش الصلصه، وكانت عسل. هنزل بقى بشويه مكرونه اللي هي الصغيره المعوجه دي، هنزل بشويه مكرونه شعريه. طبعا ده اسمه كشري الحله الواحده، يعني انا بعمل كل الخطوات في حله واحده زي ما احنا شايفين. والله العظيم طعمه يا جماعه تحفه، جميل. طبعا ناس كتير قوي بتحبه. عايزه اقول لك انت لو هتشتريه من بره طبق الكشري يبقى ب 50 جنيه وب 60 جنيه، الصغير خالص ب 35 وب 40 جنيه. طب ليه؟ اعمله في البيت اوفر بكتير، هاكل اولادي هاكل البيت كله بيه. وعايزه اقول لك ان انا ضفت ميه، تكون ميه بتغلي ولازم تكون مغطيه الحله بالشكل ده كده، مغطيه المكرونه والرز وكله كده بالشكل ده. هبهر بقى بكزبره بكمون بملح. وضفت هنا نص معلقه من الشطه، وكان سبايسي وحلوه قوي. انا ضفت هنا شطه، ايوه ضفت شطه، وضفت مع التسبيكه برضو شطه، فكان طالع ايه حامي وجميل. اول ما بيشرب الميه يا جماعه بوطي كده عليه وبسيبه ايه يتشرب براحته خالص. وعايزه اقولك ان المكونات هنشوفوها دلوقتي اتهرت ازاي واستوت من غير ايه ما تعجن، طالعه مفلفله ومستويه وزي الزبده. عندي بقى اهي الطاسه اللي انا كنت محمره فيها البصل، يا دوبك صفيت الزيت واستخدمت الطاسه هي كده. نزلت فيها معلقه كده بس من الزيت عشان ما يبقاش طبعا دهونه كتير، فنزلت بمعلقه. وعندي بقى كده ايه، انا دلوقتي فارمه راس توم وسط، هاخد النص دلوقتي، نص راس التوم والنص مخليها ايه لحاجه تانية. اول ما التوم اخد لون كده وريحته طلعت كده معايا ريحه التوم، عندي بقى طماطم ضربها في الخلاط، نزلت بالطماطم ونزلت من معلقه من معجون الطماطم.
اوعي بقى تكونوا ناسيني في اللايك. حطوا اللايك يا جماعة، اللايك ببلاش مش بفلوس وبيفرح. وكان عندي بقى شطة خشنة، نزلت بنص معلقة، نزلت بالملح، هنزل بكمون، هنزل بكزبرة أساسي، ملح كزبرة كمون شطة للكشري. وهبتدي أقلب بقى المكونات، الطماطم مع الصلصة مع كله في بعض بالشكل ده. وطبعا هسيبها تتسبك راحتها وتغلي كده ايه لحد ما نشوفها دلوقتي مع بعض. هتتقل زي ما احنا شايفين كده ودلوقتي بقى خلاص قبل ما بطفي عليها بحط لها معلقتين 3 من الخل. وهنا الريحة كانت قمر يا جماعة. الله أكبر، الله أعظم، يعز قوي يا رب. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة 14 رجب. ربنا يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير. وعندي بقى صينية كده أو طاسة على النار، نزلت فيها بمعلقة برضو من الزيت. أو من غير زيت، ممكن إن احنا نسخن التومة كده بس. دلوقتي بقى الكوباية اللي أنا نزلت بيها إيه؟ دي كوباية من مية الحمص الشامي. دي كوباية من مية حمص الشامي، دي اللي بعمل بيها اللي هو الخل والثوم. نزلت بقى كده بكزبرة بكمون، بشطة، بكزبرة بكمون بملح. نزلت بخل، يعني ربع كوباية من الخل طبعا، عشان هو أصلا اسمه خل وثوم فلازم إن أنا أكتر الخل. وهنا الحاجة بتاعتي، بصي بقى لون التومية أو لون التوم بتاعي، الدقة بتاعتي تحفة. بصي قد إيه البصل بجد تحفة، مقرمش كده مخرفش مقرمش بقى، شوفي انت بتقولي ايه. تحفة والله، بتكسر كده معايا، طعمه جميل قوي قوي. بصي بقى لون الدقة بتاعت الصلصة، بتاعت الصلصة تحفة. يلا بقى نجهز كده مع بعض أحلى طبق كشري. بصي بقى طالع مفلفل ازاي، كل حاجة كده مفصولة عن بعضها، الأسباجيتي، المكرونة، ال- الرز، العدس، مش اللي هو معجن كده أو مكتوم، لا خالص، طالع حلو قوي. بصي ايه، محتارة عايزة ايه، عايزة عدسية اوريها لكم. بصي كده اتهرى معايا خالص، ده بدوب بالعدس عشان محدش يقول لي ايه، طبعا العدس بياخد سوا اكتر من الرز، والمكرونه ده بتدوب، طالع بجد عسل. ريحته بقى جايبه اخر الشارع. وابتدي بقى ان انا احط صلصه كده، والتحضير اللي بتحبيه بقى قدميه، او بالشكل اللي بتحبيه قدميه بيه. بحبكم جدا في الله، احلى اخوات، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. كل سنه وانتم طيبين للمره التانيه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن حبايب قلبي.